هل ترك إمري بيه اللي قام بدار أروهان المسلسل ولا فريق الإنتاج استبعده؟ ولو عمل كده إيه السبب؟ علشان نجاوب على السؤال ده نرجع بالكواليس اللي حصلت الفترة الأخيرة. حصلت مقابلة مع إمري بيه والكلام اللي قاله كان لافت للانتباه. قال إن العلاقات اليوم بقت أهم من الموهبة، وبكده لمح إن بعض الممثلين بياخدوا أدوار مهمة بسبب علاقاتهم الشخصية أو علاقتهم بالمنتج حتى لو الموهبة قليلة. وبناء على الكلمات دي اعتقد المتابعين إنه بيلمح لبالا، وخاصة بعد ما ظهرت أخبار تفيد بانفصال بالا وهوليفير عن المسلسل. وأضاف كمان إن بعض الممثلات أخدوا أدوار قوية بسبب قربهم من المنتج. نيجي للحدث اللي صدم إمري بيه، واللي كانت شخصية أروهان دور عاطفي ومميز للغاية بالنسبة له، وكان حلمه إن يكمل الموسم السابع وبعدها يلعب الدور الرئيسي في مسلسل أروهان القادم. ولكن كل أحلامه اتحطمت لما لقى المنتج بيعرض دور أروهان على ممثل آخر. وفي الوقت ده قرر إمري بيه إنه ما يكملش في المسلسل، علشان كده غادر بشكل مفاجئ. الموسم السابع هيحصل اتصالات ونقاشات على شخصية أروهان، فهل هيعود إمري بيه ولا ممثل آخر اللي هيقوم بدوره؟ بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.